نفسي اعمل كل يوم فيديو واقول قد ايه ان انا سعيده وقد ايه ان انا فرحانه. الناس كلها في الفندق خلاص عملوا العمره بتاعتهم وعملنا عمره تانية اضافيه وقاعدين مريحين. انا لا مش عارفه اقعد يعني بالصلوات تمام، وتعبانه جدا ميته اقسم بالله ميته من التعب. بس لا، انا في ناس في رقبتي ليها فضل عليا، مرات خالي علي ليها فضل عليا كبير قوي. جيت وعملت لها عمره وربنا يا رب يرحمها ويسامحها. وكانت اجمل عمره بصراحه، مرات خالي دي كانت اجمل عمره. في يوم من الايام بقت بتقول انا ربنا رزقني 5 بنات، لان انا رحت عشت عندها. يا ربي انا كان عندي 4 بنات بقوا 5، يا رب الحمد لله. بقت بتهلل ان بقى عندها كان عندها 4 بقت بتهلل ان بقى عندها ال5. عمري ما هنسى لها فضلها عليا. يوم ما احتوتني في بيتها وعشت عندها سنين يعني. مرات خالي وخالي يعني خالي ده ابويا، خالي ده ابويا، ربنا يديله الصحه والعافيه. تاني حد عملت له عمره برضو عمتي ام هاشم، ربنا يا رب يرحمها ويسامحها يا رب ويجعل قبرها جنه بحق جاه النبي. كانت حنونه رحيمه طيبه، حضنها كله امان. يمكن عمتي بعيد عني في بلد وانا في بلد، بس كانت رحيمه. يعني لما اجي احضنها انا عارفه ان انت بتحبيني وانا بحبك وطول عمري بحبك، وفرحانه ان دايما كانوا يقعدوا يقولوا لنا ان احنا الاثنين شبه بعض. تالت حد وده يمكن اهم حد، انا يعني وانا جايه كنت عارفه ان قالوا لي العمره متعبه، مش هتقدري تعملي ال3 ولا تقدري تعملي، كنت فعلا مش عارفه يعني، هي فعلا العمره متعبه جدا. تالت حد بقى وهو يمكن احسن حد واحسن انسان في حياتي واحسن انسان داخل حياتي، هو كان سندي وكان عوضي وكان الاب وكان كل حاجه. خالي احمد الله يرحمه. خالي احمد ده كان الاب والاخ والصديق، يعني كان اكتر من صديق والله. كان هو السند وهو العوض، كان ظهري، كان سندي، كان حد رائع كده. الله يرحمك يا خالي يا حبيبي. دلوقتي انا عملت له العمر برضه، دي العمر رقم 3 لحبايب قلبي ليهم فضل عليا. يا رب يا رب يا ربنا يتقبلها، يا رب ربنا يتقبلها يا رب. اللهم اجعل عمرتي ليهم كلها مستجابه، يا رب اجعلني مستجابه الدعوه، يا رب اجعلني ليهم مستجابه الدعوه. خالي احمد حبيبي، يا رب يا رب يا حبيبي يرحمك ويسترك، وزي ما انت احتويتني في بيتك وزي ما انت جوزتني خلتني حد تاني. فيا رب يا حبيبي ربنا يرحمك ويسامحك ويجعل قبرك جنة ان شاء الله. ان شاء الله هروح بكره المدينه عند الحبيب المصطفى، وان شاء الله بامر الله هقعد هناك 3 ايام. وانا راجعه هعمل عمره ابويا حبيبي، يا رب ربنا يديله الصحه والعافيه، اللي هي من ابيار علي، يعني ربنا يتقبلهم كلهم. انا اللي هي بمقامة حج، فيا رب يا رب يا رب يا رب يتقبلها، يا رب يتقبلها، يا رب ربنا يتقبلها وتكون مقبولة لابويا حبيبي يا رب، ويسامحك يا بابا ويرضيك ويغفر لك ذنوبك. وانا عارفة ان انت لو كنت تقدر او الدنيا خدتك وما عرفتش تعمل عمرتك، ما عرفتش، الدنيا كانت واخداك. فاتمنى ان اكون انا الولد الصالح او الابن الصالح اللي حاول يغفر شويه او يمحي ذنوبك. اتمنى يا رب، اتمنى ان اكون فعلا الولد الصالح اللي مش عارفه اقول بصراحه. اتمنى ربنا يقبلها، اتمنى يا بابا ربنا يقبلها ان شاء الله. بعد 3 ايام انا ماشيه من مكه، همشي من مكه بكره. انا مقهوره اقسم بالله، مقهوره، مش عايزه امشي. انا مش عايزه امشي من هنا حقيقي، مش عايزه امشي. على فكره انا كنت من كذا سنه كده كنت حاجي، قلبي ما كانش متعلق بمكه ولا قلبي كان متعلق بالعمره حقيقي. دلوقتي انا قلبي متعلق لدرجه اني مش عايزه امشي، اقسم بالله ما عايزه امشي، مش عارفه. فربنا يهونها عليا ويا رب ارجع تاني، يا رب ارجع تاني، لان حتى وانا في مكه مشتاقه لمكه، حتى وانا فيها اقسم بالله ما عايزه امشي منها، اقسم بالله ما عايزه امشي. يا رب يا رب يتقبل 4 عمرات اللي انا عملتهم، ويتقبل ان شاء الله يا رب عمره والدي. ولو ربنا اراد ان اعدل 8 رمضان
لو ربنا اراد في واحده المفروض ان هي كان نادر عليا ان انا اعمل لها العمره، فربنا يا رب يقدرني واعملها لها بامر الله.